سؤال مهم وفي غاية الأهمية. تختلف حسب الولاية، لأن إيه، المينيمم ويج اللي هو ايه ادنى سعر للساعه بيختلف من ولايه للتانيه. فمهم جدا انك انت تحدد الولايه اللي انت رايحها، تحدد فين المدينه اللي انت هتسكن فيها، تحدد ايه الايجار. لو انت هتسافر لوحدك مهم جدا انك انت تعمل. انا قعدت سنين هنا في امريكا لما كنت عايش لوحدي ما كنتش باجر بيت كامل، كنت باجر غرفه مع ناس عادي يعني، مع شباب تاني زيي وزيهم وكده يعني. فانت بتوفر لنفسك في الايجار الاكل والشرب والحاجات دي كلها. فلو انت هتأجر غرفة وهتحصل على مثلا وظيفة متوسطة ماشي، يعني هنقول مثلا 3000 او 4000 دولار في الشهر، تقدر توفر مبلغ لنفسك وتدفع بيه بعد دفع الفواتير والحاجات دي كلها، وتبعت برضو حاجة لأهلك في مصر. و... وحبيت تفكيرك في حتة انك عايز تبعت فلوس لأهلك، فبجد تحية كبيرة ليك.